السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا مهم جدا، هكلمكم فيه عن ال10 ايام اللي عندنا دلوقتي قبل امتحان العربي باذن الله. الحمد لله انتوا خلصتوا المواد الغير مضافه للمجموع. انا عملت لكم فوتنج على التليجرام والحمد لله كلكم قلتوا ان الامتحانات كانت متوسطه وسهله. طبعا عارفه ان الاقتصاد كان تقيل شويه، مفيش مشكله، معلش ان شاء الله مع الاحصاء هيشيلوا بعض. انا قلت لكم ما تشيلوش هم المواد الغير مضافه دي خالص لانها كلكم تنجحوا ان شاء الله. المهم فعلا ان انت تبقى اتعودت على جو اللجنه، ازاي تظلل، ازاي تكتب اسمك، ازاي تكتب رقم جلوسك. الحاجات دي كلها مهم جدا ان انت كنت تتدرب عليها، وكمان تبقى قاعد في اللجنه بتاعتك وعارف الوضع بتاعك واللجنه شكلها ايه. فخلاص انت كده تمام، علشان امتحان العربي ما يبقاش اول مره تظلل فيها في البابل شيت، ما يبقاش اول مره تقعد فيها في اللجنه، فده هيقلل جدا من نسبه توترك. انت قعدت خلاص وعملت في البابل شيت ده 4 مرات، امتحنت في ورقه امتحان 4 مرات، فدي حاجه ميزه كويسه جدا ليك. بداية أنا عايزة أتكلم عن التوتر، لأن أنا للأسف شفت البوست ده على الانستجرام. زعلت جدا أول ما شفته. ليه توتر الامتحانات؟ ليه نوصل نفسنا للمرحلة دي؟ على إيه يعني؟ دي امتحان مهما كان ثانوية عامة، مهما كان كلية، المجموع، عيلتي كلها مترقبة ومتوقعة مني إن أنا أدخل طب وبعدين؟ طب لو أنا ما حققتش كل ده وربنا كتب لي الخير في حاجة تانية وما دخلتش الكلية دي أو ما جبتش المجموع ده، إيه اللي هيحصل؟ هل الحياة كده هتقف؟ هل كده المفروض ان انا خلاص بقى اموت؟ انا كده حياتي ملهاش فايده؟ طب ما احنا دايما بنشوف وبيورونا نماذج كتير جدا من الطلبه والطالبات اللي هم بقوا اصلا دلوقتي اساتذه في الجامعات وناس ليهم شأن اكتر من دكاتره ومهندسين كتير جدا، ما عملوش اي تأثير في المجتمع. صح ولا غلط؟ مظبوط. يبقى انت ايه اللي يخليك تحرق في دمك وتقهر نفسك وتوتر في نفسك وتخوف نفسك في حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى؟ النتيجه دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. انت طالما بتعمل اللي عليك وبتجيب اخرك مهما كنت مقصر اثناء السنه، فانت خلاص ده مش عليك حاجه تانية، انت مش عليك اي حاجه تانية طالما بتتعب وبتسعى وبتدعي ربنا. طبعا ما ينفعش انك تفكر فيها وتشغل دماغك بيها، لان ده مضيعه للوقت على الفاضي. دايما والله العظيم كل مره كنت بقعد فيها افكر واحسب الدرجات بتاعتي واحسب انا ممكن اجيب كام وممكن اعمل ايه، وانا اكون خلاص عملت كل اللي اقدر عليه ودعيت ربنا كتير، دايما النتيجه بتطلع افضل بكتير جدا من اللي انا كنت متوقعاها، افضل بكتير جدا من اللي انا حسبتها. رغم ان انا كنت حاسباها بالورق والقلم برضه بتطلع افضل واعلى، ما بقاش عارفه ازاي، بس هو كده ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا. خليكوا دايما واثقين في ربنا. اللي بيثق في ربنا جدا وجواه يقين ان ربنا سبحانه وتعالى كريم وهيكرمه وهيكتب له الخير، مش هيقعد يوتر نفسه ويخاف ويترعب بالشكل ده. ويا ريت يا جماعه لما نيجي ننزل ونروح لاي امتحان لازم تبقى اكل اي حاجه، حتى لو انت بيبقى نفسك مسدوده كل اي حاجه، تفاح، اي حاجه، اي فاكهه حتى. طبعا زي ما قلنا تاخد معاك ازازه الميه بتاعتك وتحطها جنبك، لان احنا في الحر فهتحتاج لازم انك تشرب. يبقى برده موجود جنبك شوكولاته. انا دايما كنت بعمل كده والله، كنت كل ما حتى احس ان انا فقدت تركيزي خلاص بقى فصلت. كلنا عادي بنفصل اثناء الامتحان، الفيزياء والكيمياء والعربي وكده هتبقوا الوقت طويل، هتفصل ممكن خلاص في النص تبقى مش قادر، لازم بتشرب ميه، قطعه شوكولاته، اي بونبوني، اي حاجه، هتلاقي نفسك فايق وكويس ورجعت تاني للطاقه بتاعتك. ده كده اول حاجه كنت عايزه اتكلم عليها، وهي موضوع التوتر، واتكلمت عليه خلاص، واتمنى ان انتوا تسمعوا بالنصيحه اللي انا قلتها. تاني حاجه بقى عايزه اتكلم عليها هي ال10 ايام اللي قبل امتحان العربي دول. للاسف في ناس كتير بيقولوا لك ان انت تشتغل عربي في ال10 ايام دول بس، وده كده تضليل. انا بقول لكم اهو، هتندموا جدا لو اشتغلتوا في الايام دي كلها عربي بس. ما ينفعش، لازم تشتغل في كل المواد. العربي هنسيب له 4 ايام من يوم 18 ليوم 21 حاليا. بعمل في جدول قسمت لكم فيه الحاجات اللي هتتذاكر في العربي على ال4 ايام دول مع حل امتحانات شامله باذن الله. الجدول ده انا اللي عملته طبقته، والحمد لله من فضل ربنا انا كنت جايبه 75 من 80 في العربي، وهو ده اللي عملته ليله الامتحان. وباذن الله عايزاك انت تعمله علشان تجيب اعلى درجه ممكنه واعلى من درجتي كمان يا رب. والحمد لله كان في اسئله نحو حلتها ليله الامتحان لقيتها قدامي في الامتحان بنفس الفكره بالظبط، فعشان كده هقول لكم برده التريكات اللي عملتها باذن الله الفيديو الجاي او اللي بعده على طول. طيب دول كده الايام اللي هنشتغلها عربي بس، من يوم 18 لحد يوم 21. من 18 ل 21 عربي بس. من النهارده بقى، ما انت مش هتقعد النهارده تاخدوا بريك، لا مفيش حاجه اسمها كده، خلاص مفيش وقت للبريك دلوقتي. انت هتروح تاخد شاور، اكيد انتوا عملتوا كده. لو عايز تنام ساعتين مفيش مشكله، قوم بقى اشتغل. هتشتغل من النهارده لحد يوم
17 من النهارده لحد يوم 17 هتفضل شغال في كل المواد، يعني 6 ايام هتشتغل فيهم في كل المواد. طب هعمل فيهم ايه؟ على حسب انت. لو انت مخلص مراجعه خلاص فانت هتحل شامل لكل ماده في اليوم، شامل عربي، انجلش، ايطالي، او ايا كانت اللغه التانية بتاعتك، كيمياء، فيزياء، احياء، جيولوجيا، ده لو انت يعني علم علوم، وهكذا برضو في الرياضه والادبي، ايا كان المواد اللي عندك. المهم ان انت هتحل شامل لكل ماده في اليوم، كل يوم في ال6 ايام دول هتحل شامل لكل ماده. هتسالني سؤال، طب لو انا كنت مثلا مخلص مراجعه ماشي بس انا ما حلتش ولا شامل، يعني دول هيبقوا اول شوامل حلها، هل ده عادي؟ عادي جدا. حتى لو ما حلتش شوامل ليالي الامتحان على طول بس، فانت كده برضو عادي وشاطر. وفي كتير دخلوا طب وكانوا ما حلوش ليالي الامتحان بس شوامل، فعادي جدا مفيش اي مشكله والله. ما تقعدش دايما تسال نفسك طب ما في ناس حلوا من قبلها، طب ما في ناس عملوا، طب ما في ناس، ماليش دعوه بالناس، انا ليا نفسي. طالما بتجيب اخرك خلاص مالكش دعوه بحد. زي ما قلت لك، لو انت من الناس اللي هم خلاص خلصوا مراجعه وعايزين يحلوا بس شوامل، حل شوامل لفتره ال6 ايام دول، شامل لكل ماده في اليوم. لو انت الشخص التاني بقى، الشخص التاني ده اللي لسه مخلصش مراجعه في بعض المواد، بس في بعض المواد خلصها وبيحل شوامل كان فيها، فهتكمل في المواد دي حل شوامل، والمواد اللي لسه مخلصتش مراجعه هتكمل مراجعتها عادي جدا. ولو ما لحقتش تحل في المواد اللي انت لسه مخلصتش مراجعه فيها دي، لو ما لحقتش تحل فيها شوامل، انا بقول لك عادي، ما تقلقش باذن الله. ليالي الامتحان بتاعت المواد دي حل الشوامل وقتها وهتبقى تمام جدا. المهم تدي المراجعه حقها. يبقى كده عرفنا ايه اللي هنعمله في ال6 ايام، وال4 ايام المتبقيين قلنا دول هيبقوا العربي بس. هينزل لكم باذن الله فيديو في جدول ازاي تطبقوا الجدول ده، وايه اللي تعملوه في كل يوم من ال4 دول، وايه التريكات الخاصه بيا اللي انا عملتها وفرقت معايا فعلا في الامتحان. لو عندكم اي اسئله اكتبوا في الكومنتات، باذن الله هحاول ارد على كل الاسئله اللي تتسال ان شاء الله. عارفه ان الفتره دي صعبه جدا، وباذن الله هبقى معاكم فيها. انتوا مهمين قوي بالنسبه لي، وانا عايزه ان انا افيدكم باي طريقه، والفتره دي بالذات. في النهايه قبل ما اختم الفيديو خالص، دول البنتين اللي كسبوا معانا في المسابقه، وانا زي ما قلت لكم رحت لهم وتصورنا مع بعض، والصور اهي زي ما انتم شايفين. ان شاء الله باذن الله يا رب السنه الجايه وروني الصور دي ويبقوا حققوا حلمهم ودخلوا الكليه اللي هم عايزينها، وانتم كمان يا رب تحققوا احلامكم كلها وتدخلوا الكليات اللي نفسكم فيها، وربنا يوفقكم يا رب. بس كده، وشكرا لكم جدا، مع السلامه.